الله نور السماوات والأرض. فصل. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. هذه المشكلة الآن، التجويد هذا ذبحوا به الناس ذبح. التجويد يعتنون بالألفاظ ويضيعون المعاني ويضيعون العمل، ويصير جهدهم بالتجويد، مخارج الحروف والغنة والإدغام والقلقلة وما أدري وإيش. نعم. فصل. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج: مخارج الحروف، الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ويسر القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، يعني مترسلا في قراءته، لا تهذ القرآن هذا ولا تمططه وتمدده تمطيطا، بل توسط، رتل القرآن ترتيلا. غلوا في أحكام التجويد، وصار ما لهم هم إلا أحكام التجويد. تسألوا عن المعنى يقول ما أدري، تسألوا عن التجويد ما شاء الله عنده علم بالتجويد، لكن تسألوا عن المعنى ما يعلم. هكذا. نعم. ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي. نعم، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله هذا من أئمة الحنابلة، ومن أئمة التفسير، ومن أئمة التاريخ، ومن أئمة الحديث. نعم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على بعض المصلين. كتاب ابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يعني لبس على القراء، لبس على العلماء، لبس على النحاة، لبس، ما خلى أحد ما لبس عليه. نعم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول: الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة. نعم. وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد المغضوب. قال: ولقد رأيت من يخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده. اي نعم، يتشددون في الضاد يتشددون فيها، المغضوب، الضالين، ما له داعي التشدد، الوسط في هذا. نعم. والمراد تحقيق الحرف حسب. والمراد تحقيق الحرف حسب. نعم. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق. نعم، إبليس يخرج هؤلاء من في علم التجويد إلى التشدد في مخارج الحروف، في الغنة، في الإدغام، في كذا في كذا، لكن تسأل عن المعنى ما يدري عن شيء. نعم. والمراد تحقيق الحرف حسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق. نعم. ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة. يشغلهم بالتجويد عن فهم المعنى والبحث في المعنى. نعم. ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. نعم. وقال أبو محمد ابن قتيبة في مشكل القرآن: نعم. وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهفوا في كثير من الحروف وزلوا وأخلوا. نعم. ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده.
وفي الدعاء اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. نعم. ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين، فلم أرى في من تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره، ثم يؤصل أصلا ويخالفه إلى غيره بغير علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع، بإفراطه في المد والهمز والإشباع، وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المذهب الصعب، وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى، وتضييقه. القرآن يقرأه المسلم بسهولة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أما هذا التكلف في مخارج الحروف وفي أحكام التجويد وفي تشدد في هذا، نعم هذا مثل الملح، إذا زاد خرب الطعام، وإذا صار بمقدار زين الطعام. خذ يعني قدر الحاجة فقط. نعم، ما يزين قراءتك ولا تتشدد. نعم. وحمله المتعلمين على المذهب الصعب، وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى، وتضييقه ما فسحه. ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها. ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد، ووافقه على ذلك وكان ابن عيينة يرى يعني سفيان بن عيينة رحمه الله. نعم. وكان ابن عيينة إمام أهل الحجاز في وقته. سفيان الثوري إمام أهل العراق، وهذا إمام أهل الحجاز. نعم. وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو ائتم بإمام يقرأ بقراءته أن يعيد، ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين، منهم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل. وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم، وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها. فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب 10 وفي 100 آية شهرا وفي السبع الطول حولا، ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين راشح الجبينين. نعم، بعض القراء إذا شفته يقرأ يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويتكلف. ما هكذا قراءة القرآن، لقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دار الوريدين راشح الجبينين، توهموا أن ذلك لفضله في القراءة وحذقه بها، وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين، بل كانت سهلة رسلة. نعم. وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله، جامع الخلال من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، والجامع جامع الخلال يجمع فيه فتاوى الإمام أحمد. نعم. وقال الخلال في الجامع عن أبي عبد الله أنه قال: لا أحب قراءة فلان، يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة، وكره كراهية شديدة، وجعل يعجب من قراءته وقال: لا تعجبني، فإن كان رجل يقبل منك فانهه. نعم. وحكي عن ابن المبارك عن الربيع ابن أنس
أنه نهاه عنها. الربيع وحكي عن ابن المبارك الربيع اسم امرأة. نعم. وحكي عن ابن المبارك عن الربيع ابن أنس أنه نهاه عنها. وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبد الله فما أترك أحمد بن حنبل يعني. نعم. وقال الفضل بن زياد إن رجلا قال لأبي عبد الله فما أترك من قراءته؟ قال الإدغام والكسر ليس يعرف في لغة من لغات العرب. نعم. وسأله كره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم. وسأله عبد الله ابنه عنها فقال أكره الكسر الشديد والإضجاع. وقال في موضع آخر إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس. نعم. وسأله الحسن ابن محمد ابن الحارث أتكره أن يتعلم الرجل تلك القراءة؟ قال أكرهه أشد كراهة، إنما هي قراءة محدثة وكرهها شديدا حتى غضب. نعم. وروى عنه ابن سندي أنه سئل عنها فقال أكرهها أشد الكراهية. قيل له ما تكره منها؟ قال هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد. وروى جعفر ابن محمد عنه أنه سئل عنها فكرهها وقال كرهها ابن إدريس. وأوراه قال وعبد الرحمن ابن مهدي كرهها ابن إدريس يعني الشافعي. نعم. وأوراه قال وعبد الرحمن ابن مهدي. نعم. وقال ما أدري إيش هذه القراءة. نعم. ثم قال وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة. نعم. ونص أحمد على أنه يعيد، وعنه رواية أخرى أنه لا يعيد. نعم. والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو. هذا هو المقصود. انتبهوا. والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. نعم. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. يكفي. خذوا من التجويد بالاعتدال، لا تهملوه ولا تبالغوا فيه، خذوا بالاعتدال. نعم.